مساء الخير. كان موضوعنا في الحلقة اللي فاتت هو الفن، وكانت المناسبة ان في العديد من القضايا التي رفعت ضد مجموعة من الأفلام السينمائية، وبدأ تصنيف الفن أو بدأ تصنيف هذه الأفلام إلى أفلام هابطة وأفلام غير هابطة، ثم انسحبت المسألة إلى ممثلي هذه الأفلام، فهذا ممثل كافر وهذه ممثلة داعرة، وآسف في التعبير ولكن هذه هي التعبير التي كانت مستخدمة. وكان ضيفينا في الحلقة الماضية كل واحد فيهم عنده وجهة نظر واضحة ومستقلة. هل الفن هو تصوير للواقع؟ هل هو عمل دعائي يعني يدعو بشكل مباشر، ولا خروج عن هذا الواقع وإطلاق العنان لخيال الفنان والكاتب من أجل نقل هذا الواقع إلى صورة جديدة وتوصيل الرسالة بشكل غير مباشر؟ المسألة كانت شديدة الإثارة وشديدة التفجر، وحتى نستطيع أن نناقش هذه المسألة يسرنا أن يكون معنا الكاتب والسيناريست المعروف الأستاذ وحيد حامد، كما يسرنا أن يكون معنا الأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله، وهو كاتب صحفي كان مدير تحرير جريدة الشعب سابقا ومدير مركز تنوير، مش كده يا أستاذ أبو إسلام؟ أهلا بيك. وفي البداية أحب أسأل الأستاذ وحيد، إيه هي الفكرة اللي حضرتك خرجت بيها من الحلقة اللي فاتت يا أستاذ وحيد؟ هي نفس الفكرة اللي احنا نهينا بها الحلقة اللي فاتت، اللي هي إيه؟ وهي أن هناك خلاف في وجهات النظر، لكن أنا ممكن حضرتك تحدد لنا هذا الخلاف؟ أنا الأستاذ أبو إسلام، وأرجو أن يكون اللي قاله يعني موجود لدى الآخرين، أنه قال لا يوجد تحريم للفن من قبل رجال الدين، وهذا في حد ذاته انتصار كبير جدا. وأنا أتفق مع أبو إسلام في أني قد يتم إنتاج بعض الأعمال الفنية المسفة، ولكن في المقابل وأيضا قد يكون هناك في العمل نفسه شيء يكون محل اختلاف، لكن في الغالبية من الأعمال الفنية بتدعو إلى غاية نبيلة وبتدعو إلى فضيلة، ومش غاية نبيلة وفضيلة بس، وإنما بتناقش قضايا اجتماعية. ورسالة الفن بشكل عام هي الارتقاء بشكل خاص بالمواطن أو بالفرد. ممتاز. أستاذ أبو إسلام، حضرتك تلخص لنا إيه اللي خرجت بيه من الحلقة اللي فاتت؟ حقيقة أنا خرجت بأن أنا بقول إن الفن ليس حرام مطلق باستثناء الرقص، ولكن الحرام هو ما يعرض علينا باسم الفن. ودي نقطة مهمة جدا، أن التحريم قائم 100% على ما يقدم علينا. وأقول أن الميزان هنا لابد أن يكون هو الدين أولا، فإن كان الدين يشكل عبء على النفوس فلننزل درجة إلى ما يتعارف عليه بالأخلاق. الأستاذ وحيد شايفه أو حسيت من الحلقة الماضية أن أمور الإباحية وأمور الخمرة ومثل هذه الأشياء أصبحت مألوفة لديه إلى الحد اللي أصبحت فيه أنها تؤدي خدمة. احنا برضو هنا ما بنناقش أفلام الأستاذ وحيد. لا، أنا بتكلم على الحلقة الماضية. نعم. أنا بقول ما حدث في الحلقة الماضية. اتفضل. وأنا على خلاف هذا بقول إن هذا النمط بخاف على ابني منه، بخاف على شباب مصر منه، بخاف على زوجات وأزواج مصر منه. وأسلم نفسي لديكم لاستكمال الأمر في هذه الحلقة الجديدة. طب أنت كان في الحلقة اللي فاتت كان عندك مجموعة من الملاحظات والتحفظات حول ما يعرض من أفلام. نعم. وقلت إن هي دي يعني فيها نوع من الرصد فياريت لو حضرتك تقولها نعم. علينا. بقول أستاذ وحيد. أنا فيه أمر رئيسي مجمل، وهو موقف الأفلام السينمائية المصرية والمسرح والفن في عمومه من جسد المرأة. أجده موضوع أساسي في الفنون المطروحة بإطلاق، يعني حتى وصل إلى النحت والرسم. فالمرأة صورتها دائما باحثة عن المتعة، جارية في بلاط الرجال،
تصارع بالفوز بزوج واحدة تانية، تطارد الشباب، معلمة في قهوة للإتجار في العرض أو المخدرات، ترتمي في أحضان الرجال، تذل الرجال بجسدها، مسترجلة بين شباب الجامعة، مسترجلة بياعة كشري أو في الشارع، رقاصة عند أسطى علمة أو هي أسطى علمة، جاسوسة، تجرة شنطة ومخدرات، سوبر وومن، زعيم عصابة، شاذة جنسيا، رداحة، غجرية، قوادة. وده تقريبا مجمل المرأة. لا تجد مرأة خارج هذا في كل الافلام. حضرتك ما بتشوفش لا ده؟ أنا يعني هذا هو الصورة العامة للأفلام. الغريب بقى عندي ان هم مع الظلم الشديد للمرأة بهذه الصورة اللي لا نرى فيها امرأة كريمة، امرأة. ولو جال هو استاذ وحيد في الحلقة الأخيرة تقريبا ذكر لي انتبهوا أيها الرجال، أو اسم فيلم من تقاع من بين سيلان من الأفلام. فأنا بقول إن هو فيلم آخر رجال محترمين. آخر رجال محترمين. لا ده كده. فهذا الكم الشديد من ظلم المرأة اللي بعتبره حقيقي فاحش، ألاقيهم يرفعوا لواء تحرير المرأة. يعني نوع من التناقض أو مش عارف الضحك على الجمهور، ولا تغيير مفاهيم، أو تزويب مصطلحات. يعني مش قادر. اللي بخلص بيه حقيقي وهي نظرة سوداوية أمام ودي اللي مخليهم ياخدوا مننا موقف بسميه أنا رؤية ظلامية حادة. بيبصوا لنا احنا رؤية ظلامية حادة. ليه؟ لأن أنا بخلص من هذا الكم الهائل إلى أنهم يريدون صناعة امرأة مشاع بين الرجال، تأخذ لقاحها من أي رجل وتعطي إنتاجها للدولة بدون اسم. وعلى فكرة الكلمة دي قالتها ممثلة في أحد الأفلام أيضا، بتقول أنا زي السينما، لا يدفع التذكرة يدخل. هذا ما يزعجني على أبناء مصر أو أبناء الأمة العربية، لأن مصر بالفعل أصبح أفلامها مش لمصر. ده الواحد بيسافر بره، أفلامنا هي سيدة أفلام الأمة العربية كلها. نسمع تعقيب الأستاذ وحيد. اتفضل أستاذ وحيد. تعقيبي بسيط جدا على نقطتين مهمين جدا، نقطة الخمر والنساء. وأنا عارف أن تواجد العنصرين دولت مرفوض تماما من قبل أبو إسلام ورفاقه. إنما أنا عاوز أسأل أبو إسلام. إخواتي مش رفاق، الرفاق دي في مصطلح تاني، الرفيق ده حاجة تانية، خليها الإخوة بقى. الرفيق ده نظام، إحنا إخوة. طول عمري يا مولانا. أيوه اتفضل. طول عمري من أول أولى ابتدائي لغاية هذا العمر اللي أنا فيه، وأنا أسمع أن سيدنا محمد ورفيقه أبو بكر الصديق. الله يكرمك، الحمد لله. مش الرفيق مش الرفيق فلان يعني. لا بترفض بترفض كلمة الرفيق. اصل انا في افلام كتير. لا معلش، ما اصل كنتوا دايما افلام كتير قوي تبدا بايه؟ بجيفارا، لا 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 بماركس، بلينين. لا 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 خلاص مش عارف واخد بالك. افلام كتير قوي تبدا بشويه الحشو الاحمر ده. لا حشو احمر ايه بس. فانا خايف لو المصطلح يكون لا ده دول سيدنا محمد انا وسيدنا بقى شاكسك بقى عظيم. ايوه كانوا قبل الناس اللي انت بتقول عليهم دول. ايوه يا مولانا. فبص، ما هو الحمد لله يعني ايه، انا للاسف انا مش ممكن اقطع علاقتي بيك مره ثانيه. ربنا يخليك. كتير على هذا اللقاء. ربنا يخليك. اتفضل.